اثنين ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكتاب المرة دي باش ناخذ لكم سلسلة عنوانها الأشياء الغير مفهومة. الأشياء الغير مفهومة. السلسلة دي 24 مجلد تقريبا. أهم الأشياء اللي اتطرق لها هي الظواهر متاع الأطباق الطايرة والأشياء الغامضة في الديانات. فهمتني؟ شوفوا سيدي، ناخذ شوية، هما برشا، سلسلة كبيرة هي راه. ديما تلقى الأشياء ريت الأطباق الطايرة، خاطر فما ناس ساعات يشوفوا أطباق طايرة، يشوفوا فهمتني حاجات كيما هيك. شوف فهمتني، ريت معناتها هي قليلة وفيها كل الرماديين فيها هيك، ويقولوا ديما فوق الأهرامات هورا وكذا، الأهرامات ما بنوهمش عباد، معناتها أشياء من النوع هذا. هو بالفعل الأهرامات مش بشر اللي كتبوهم، أشياء أخرى يتطرق لها كما نقولوا. هذه ريتوها المرأة هذه أسطورة العطور، هذه مرت سيدنا يحيى اللي هي عليسة نفرتاري. ريتوش البخنوق هذايا توا في الآثار المصرية الكنوز. الحاجة الوحيدة اللي عندها قيمة عظيمة جدا جدا في الآثار المصرية هو التاج هذايا. التاج هذايا احنا نقولوا له بخنوق بنت المحاميد عيشة يقولوا له، واللي هو نفسه يقولوا أن ربع العدوية مشات اعتزلت في الناس في الجبل، هزت معاها كان البخنوق هذا برك، وفما سارق حب يهزه، يقولوا هما خمارها، هو يهزه ويجيب شخرج يلقى الباب ولا حيط حسب ما في الفيلم اللي عملوه، يجيبش يرجعوا بعد يجيبش يرجع يلقى الباب ولا حيط. وهو البخنوق هذا من حياة رجلها يحيى عليه السلام، ولا كي جات به تونس احنا نقولوا بخنوق بنت المحامد عيشة، ريشة بريشة عامين ما يكملوش نبيشة، أنه منقوش بدرجة عالية جدا. سيدي هذيك عليسة، هاوش نزيدو نشوفوا. قلت كذا راهو في برشا مواضيع. شوفي عليسة اللي هي أرملة يحيى، اللي هم يحبوش يقولوا أرملة يحيى، اللي هي يقولوا حرقت روحها، لكن لا، هي دمرت بلاد باش هزت شعب تونس معها. قالت من أجل ذلك يجب تدمير قرطاج، لأنه خالها جاب الهكسوس من تيبت وجابهم من برشا من المنغول ومن كل خالها، وهم أخواله يتسموا أخواله رغم اللي هو ولد سليمان عليه السلام. شوف من الحاجات المش مفهومة أنه المدن مصطفى بنفس ال فهمتني، وأنه مثلا المدن كل هذوم أساميها هي عليسة وإليسا وإليزا، ريت كلهم. قرب التصويرة زومي عليها، شفت الأسماء متاع المدن. فهمتني أن هذه هي مشات لفرنسا. فهمتني. ويقولوا النورمان هي جاية من نور، هي مصطلح هيروغليفي، ومان هم العباد، ما كما أقول لك من خكارة ديما المن هي عبد الله، تسمى عباد الله. النور معناتها اللي جايين من الشمال على النجمة القطبية الشمالية. النور هذاك يسميه نورمان النورماندي، انزال النورماندي اللي عملوا النورمان، الا توا يعملوا عاملينها مسلسله فيه يجي 100 حلقه ولا 200 ولا قداش، ومزيفه الوحده. باهي شوف مليح، شو نشوفوا حاجه. شو يقول لك هنا لي سكري دي فيرج نوار، فيرج العذراء السوداء اللي هي مريم، لكن هم يحبوا يقولوا خاطر لقاو برشا تماثيل انها هي واختها وصفان، احنا نقولوا لها للا الكحليه، للا الكحليه، وفي غنيتها للا ام الزين يقولوا علاش يقولوا الاسمر دوني،
على معناتها هي باهيه وعجبتهم التوانسه، فيقولوا علاش يقولوا الاسمردوني، علاش يقولوا الاسمردوني. هذيك هي نوار، احنا نقولوا لا لا الكحليه. علاش هي كحليه؟ امها بنت سليمان نفرتيتي، وسليمان وصيف سليمان. وكما فسرنا اي سيدي، شوف شوف برشا هونيكا تلقى القديسه السوداء، تلقى هونيكا يحبوا يردوها انها قبل المسيح، وهي ام المسيح. المسيح معناتها المسيح قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ب 800 سنه، فهمتني؟ معناتها التاريخ المكتوب انه معناتها تاريخ مزيف كيف 300 سنه تقريبا، 300 سنه كاملين ناقصين. عسيلو ديما تلقى هونيكا شوش تلقى على على الاختفاءات الغامضه، تلقى برشا حاجات في اما ديما يمشي ويرجع. يقول لك لي فيرج نوار، لي فيرج نوار. عيسى وصيف مشرب بحمرة، وصيف لكنه فيه البيوضية، خاطر بوه أخناتون، بوه عمران، بوه عمران، بوه سعود، سعود بوه سعد ومسعود وسعد الله، وبنته تتسمى سعدية سعيدية. وهو يقول لك سعودتون، سعودتون تل العمر معناتها تتسمى السعودية، احنا نقول هي أصل كلمة السعودية. وهما آل سعود هما آل عمران، خاطر هو سعيد، خاطر ديما مبتسم كما قلت لكم في خرطوش وباسم وبسيم، فهمتني؟ واحنا نقولوا سيدي بوسعيد ونقولوا له سعد الله ومسعود، فهمتني؟ حصيلوا مصر اغلبيه الانبياء كما زكريا وسيف، يحيى وسيف، فهمتني؟ اللي احنا نقولوا له سيدي منصور. المهم فما برشا قصص في هذا، تركز برشا على الفضائيين، تركز برشا على الفضائيين، كونه بالحق فما حضاره هي اللي بنت الاهرامات، حضاره جات من برا وتمتلك تكنولوجيا عاليه، وهما بشر كيفنا كيفهم، اما انتقلوا من الارض للكواكب اخرى، اكتسبوا كل تكنولوجيا وهاجروا سافروا. وفيهم اللي يعيش في جوف الارض، معناتها الارض مجوفه، القمر مجوف، الشمس مجوفه فيها عباد، الكواكب اللي ترى فيها على عددها الكبير معناتها مأهولة بالبشر، وعدد البشر الموجودين عدد رهيب كبير كبير كبير. والشمس اللي احنا نروها شمس كانت تطلع 15 كيلومتر، تطلع فوق طبقة الأوزون، تولي ترى السماء ظلمة، تولي تراها كأنك الدنيا ليل. احنا من هنا نراو السماء زرقاء في الشمس نص نهار، كي تقبل وين الشمس وتطلع، كي توصل بعد طبقة الأوزون تولي ترى الدنيا كحلة، معناتها الشمس ما هي الشمس، تولي الشمس تراها كأنها قمرة، تتنحى الاشعه نتاعها، خاطر هي جايه من طبقه الاوزون. معناتها الشمس مأهوله والكواكب الكل مأهولين، والدول الكبار يعرفوا المعلومات هذه، وامريكا عندها اتصال بهم وكل شيء. الجاي انه الحقائق هذه اللي ماهيش مفهومه في المستقبل القريب باش يتم تفسيرها، واللي باش يقوموا تفسير الامور هذه هما الاوروبيان، الفارس. يقول لك لو ان الدين منوطا بالثريا لتناوله رجالا من الفرس، معناتها فرنسا وبريطانيا وكوكوما، معناتها الغرب بصفه عامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.